عارف ليه أغلبنا بيخرج من رمضان زي ما دخل؟ لأننا فاهمين رمضان غلط وفاكرينه دايت إجباري أو تغيير مواعيد الأكل. بس الحقيقة رمضان هو أقوى سوفت وير أبديت ممكن تعمله في السنة. عارفين زرار الريست اللي موجود في أغلب الأجهزة؟ أنا هخليك إزاي تعرف تدوس على الزرار ده ونفهم إيه اللي بيحصل جوه السيستم بتاعك لما بتصوم. ركز معايا عشان الكلام ده هيغير نظرتك عن الصيام تماما. بص يا سيدي، احنا طول السنة عايشين على بنزين رخيص ألا وهو السكر دوبامين والحاجات دي. ولما بتصوم 12 ساعة جسمك بيعمل حركة ذكية جدا، بيبطل خلاص يحرق سكر ويبتدي يحرق في مخزون الدهون اللي متخزن عندك، وبيطلع منها بنزين 95 سوبر عالي الجودة. والبنزين ده مش بيمشيك، البنزين ده بيبعت إشارات لعقلك يقول له أنا القائد هنا وبطل توتر وزود التركيز. عارفين الزرار اللي انت بتنزل ستارة في الموبايل ده وتتك عليه بيوفر لك في البطارية؟ الصيام بيعمل حاجة شبه كده تقريبا. سألت نفسك قبل كده انت ليه قبل الفطار بشوية بتكون في حالة صفاء ذهني رهيب واسترخاء كده؟ العلم بيقول ان في حاجة اسمها وضعية انتباه او حاجة شبه كده بتتفرز في مخك في الوقت ده. والأجمد من كده كمان ان الصيام بيفرز مادة في مخك بتشتغل كأنها سماد سحري. المادة دي بتخلي الدماغ تبني وصلات جديدة وتصلح الدوائر اللي باظت من دوشة السنة اللي فاتت. يعني انت حرفيا بتبني مخ جديد وانت صايم. سيبك من مشروبات الديتوكس والكلام ده، الديتوكس الحقيقي هو وضعية التنظيف الذاتي اللي جسمك بيدخل لها لما بتجوع. الخلايا بتبدأ هنا تدور على الأجزاء البايظة والنفايات اللي مسببة لك خمول وكسل، وبتبدأ تكسرها وتدورها وتحولها لطاقة. يعني مش هنبالغ هنا لو قلنا الصيام ده عامل زي المكنسة بالظبط، بينظف السيستم بتاعك من جوه عشان ترجع خفيف وفايق ومنظم. وهنا نقدر ننتقل على النقطة اللي بعدها، وهي عضلة الإرادة أو السيادة الذاتية. عارف أكتر حاجة بتميز الشخص الناجح؟ هي قدرته على التحكم في نفسه. الأبحاث لقيت هنا الأشخاص اللي بتصوم بانتظام قدرتها على التحكم في أعصابها وقراراتها وإرادتها بتزيد بنسبة مرعبة توصل ل 80%. يعني لو دخلت المطبخ ولقيت حاجات حلوة كده بتتحمر وحاجات بتشوي وبتاع قلت لها لأ، هتقدر بسهولة تقول لأ على الحاجات التافهة اللي معطلاك عن إن أنت تحقق أهدافك. أنت هنا بتدرب عضلة التحكم عندك عشان أنت تكون القائد مش تابع. يا جماعة رمضان ده فرصة ما بتتكررش غير مرة واحدة في السنة لمدة 30 يوم علشان ندوس فيهم على زرار الريست للسيستم كله، الروح والعقل والجسم. محتاجين نبطل نكون ردة الفعل ونبقى احنا الفعل بس بوعي. دلوقتي بقى تكتب لي في التعليقات حاجة انت كنت عايز تغيرها من زمان، وهنرجع بعد 30 يوم نشوف انت غيرت الحاجة دي ولا لا. اكتب لي حاجه اللي انت عايز تغيرها، بس ما تكتبش حاجه فيها معاصي عشان الجهر بالمعصيه ده انتوا عارفين طبعا مش لازم يتكتب. واعتبر اللي انت هتكتبه في الكومنتات ده هو الباسورد اللي هيرجعك كل ما تتوه في رمضان وترجع ليه عشان تعرف ازاي تدوس على ريست تاني. انا هتابع تعليقاتكم واحد واحد، وكل سنه وانتم طيبين.